قرية البحيري النهارده لدعم المستشار أيمن عبد الواحد الفيجي، ومعانا النهارده شخصية قيادية، شخصية محترمة، الابن البار لمركز ومدينة سيدي سالم، عضو مجلس النواب المنتظر بإذن الله بسام بيه الليثي. نتعرف بحضرتك. استاذ بسام الليثي من مركز سيدي سالم، قرية علا البحرية. تحب تقول النهارده يا بسام بيه النهارده في قرية البحيري النهارده لدعم المستشار أيمن عبد الواحد الفيجي؟ دعم الاستاذ ايمن الفي هو يعتبر النهارده بقى فرض واجب على كل ابناء سيدي سالم من شرقها لغربها. يعتبر هو اللي موجود بشكل مستقل نيابة عن المركز كله، وانا من هنا وبدعو كل قريتي وكل احبابي وكل اصدقائي نقف ندعم المستشار ايمن الفي. شخصيه محترمه، شخصيه طالع من جوه الناس ومن قلب الناس. اكيد حاسس بيهم، واكيد مش من غير الناس ما هتحكي ومن غير الناس ما هتطلب ومن غير الناس ما هتقول، هيكون دايما واقف جنب منهم. بطلب من كل ربوع سيدي سالم ومن كل الناس المحترمه اللي هم فعلا شايفين الحال او الظروف السيئه اللي مركز سيدي سالم كلها بيمر بيها. لو احنا عايزين نطلع لقدام وعايزين نطور الامور، يبقى احنا محتاجين نقف مع الناس المحترمه اللي هي طالعه من جوه الناس، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليفه باذن الله. بسام بيه الليثي صاحب الشعبيه العريقه في مركز ومدينه سيدي سالم، شايفين النهارده البحيري بتنتفض على ظفره ابيها حبا وتأييدا لفخامه المستشار ايمن بيه الفيجي. انت شايف المستشار ايمن ايه في مجلس الشيوخ، بالاخص ان مجلس الشيوخ شايفين يعني تشريع، يعني لازم يكون واحد بيجيد في القانون وهو اهل القانون ورمز من رموز القانون في مركز ومدينه سيدي سالم بل في محافظه كفر الشيخ. الاستاذ ايمن شخصيه على فكره انا قعدت معاه اكتر من مره، لقيت عنده احلام بتمثل احلام الشباب كلها بصفه عامه. الراجل ده ان شاء الله باذن الله احنا بنتامل فيه خير، ان هو هيقدر فعلا يساعد مركز ومدينه سيدي سالم، ومش مركز ومدينه سيدي سالم بس، لا كل المراكز محافظه كفر الشيخ، لانه هو بصراحه يعني هو عاش الواقع الاليم اللي احنا كلنا عشناه. راجل دايما واقف جنب الدولة المصرية، دايما بيدعم قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب لنا جميعا. دايما راجل ليه مواقف كلنا عارفينها، راجل مشهود له كمان بخفة الدم وبخفة الظل. شخصية جميلة جدا المستشار أيمن، ويا رب يا رب دايما يكون النجاح حليفه ويكون التوفيق حليفه وحليفنا إن شاء الله. بسام بيه الليثي، عايزين رسالة من حضرتك لكل محبين بسام بيه الليثي، تحب تقول لهم في عجالة إيه؟ أنا بصراحة أنا وقفت إن يعني أنا أول ما أعلنوا عن الانتخابات مجلس الشيوخ، انا وجهت الحمله بتاعتي ووجهت كل الناس اللي هي بتحب بسام ان هم يقفوا داعمين للاستاذ ايمن. خلاص احنا عندنا ايام بسيطه وهنتوجه لصناديق الاقتراع كلنا. هو واجب وطني التوجه لصناديق الاقتراع، بنوجه بها كل الناس. هنقف داعمين ان شاء الله باذن الله للاستاذ ايمن الفي بصفته ان هو ابن من ابناء مركز ومدينه سيدي سالم، وبصفته كمان ان هو ابن الغرب اللي هو يعتبر حقوقه كلها مهدوره. املا في المستقبل الجديد ان شاء الله باذن الله ربنا دايما يكرمنا، وان شاء الله باذن الله احنا هنسعى والتوفيق باذن الله. انا متاكد وعندي احساس ان شاء الله ان احنا ربنا هيكرمنا في الاخر باذن الله. باذن الله. ونشكرك بسام بيه الليثي وبنشكر حضرتك. طبعا حضرتك